السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد من قناتكم كريم المغربي. مفاجأة سارة لكل الجماهير المغربية، مفاجأة بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2028 بقرار من الكاف. مفاجأة صدمت كل المنتخبات أو كل الدول اللي كانت مشاركة أو كل الدول اللي كانت عايزة تقدم ملف استضافة كأس الأمم الأفريقية كان 2028، ولكن الفيفا أو الاتحاد الأفريقي يا سادة يحكم للمغرب. هقول لك كافة التفاصيل وكافة الحكايات والروايات، ولكن ادعمنا باللايك. عايز الفيديو ده يوصل لأعلى رقم من اللايكات عشان هنقول لكم عن كواليس وتفاصيل استضافة كأس الأمم الأفريقية. الكاف قبل الملف الرسمي للمغرب، قبل الملف الرسمي للمغرب لاستضافة كأس أفريقيا بعد التطور اللي الكاف ومتسبي والاتحاد الدولي بقيادة انفنتينو شافوا في المغرب. بقى خلاص عنده يقين ان مفيش دولة عربية او دولة افريقية، بما ان تقام بطولة افريقيا في دولة افريقية، مفيش دولة افريقية هتقدر تعمل التنظيم المبهر اللي شافوه. مفيش دولة زي قطر في كاس العالم، مفيش دولة قدرت تعمل التنظيم الروعة ده. ولكن في افريقيا يا سادة، في المغرب، في افريقيا في دوله بحجم المغرب بتقدر تعمل افضل تنظيمات في العالم. مش هقول لك بقى في دوله بس في المحافل الافريقيه، لا، في المحافل العالميه يقدروا ينظموا بطوله كاس العالم نفسها. فالمغرب عندها دلوقتي الاولويه لدى الكاف، لدى متسبي طبعا بتدخل قوي من المحترم فوز لقجع. بضغط منه هيكون الامور على احسن ما يرام، الامور على افضل ما يرام بالضغط اللي هيعمله فوز لقجع، طبعا بالعلاقات القويه اللي عاملها مع بعض رجال الكاف او بعض الناس اللي مسؤولين طبعا عن اتخاذ القرار داخل الاتحاد الافريقي. هيكون المغرب ليه الاولويه. مين اللي مقدم؟ مصر مقدمه، المغرب مقدم، الجزائر مقدم. في بعض المنتخبات او بعض الدول مقدمه لاستضافه البطوله، ولكن الاولويه لمين؟ الاولويه للمغرب. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان الملاعب العظيمه، الملاعب اللي شافها كل الافارقه وكل العرب، ملاعب مولاي الحسن، كل ملاعب في اغادير، ملاعب في كل حته في المغرب. حاجه محترمه وحاجه منظمه وحاجه تشرف، حاجه ممكن تديها 10 من 10. المغرب بالشكل بالهيكل اللي عامله حاجه فوق فوق الاحترام، وحاجه شغل عالي جدا 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 مقدمه المغرب. فالمغرب قلنا ليهم الاولويه. مين تاني؟ هتلاقيه مصر. ولكن المغرب عامله يعني فرق كبير جدا في الملاعب المغربيه والتطوير والتنظيم المغربي اللي شفناه في البطوله دي. طبعا مصر فيه مشاكل في موضوع الحضور الجماهيري، ما فيش حضور. عدد الجماهير اللي بتحضر 5000، ولكن المغرب استادات مليانه. الاستادات والمغاربه محليين البطوله. فهل تكون بطوله الامم الافريقيه كان 2028 في ارض المغرب؟ توقعي، وانتوا عارفين ان توقعاتي ما بتخيبش ان شاء الله، كان 2028 في ارض المغرب. كان 2028 هتكون في ارض المغرب. مفيش دوله اقوى من كده، مفيش دوله هتقدم تنظيم افضل من اللي مقدماه المغرب في تنظيم 25/26. مفيش دولة هتعمل كم من الشكل المبهر، كم من التنظيم، سواء داخل أرضية الملعب بالاستادات الأعلى على أعلى مستوى، بالتنظيم بره أرضية الملعب، بالشكل مع الجماهير، بالحضور الجماهيري، بالتنظيم الأمني. وركز على التنظيم الأمني ده مرارا وتكرارا. الأمن امبارح في ماتش الجزائر، رغم المشاجرات والمناوشات وقلة الأدب اللي شفناها امبارح في ماتش الجزائر وغينيا الاستوائية، ولكن يا سادة الأمن عرف يسيطر على المباراة، عرف يلم الجماهير الجزائرية اللي جاية علشان تفسد البطولة، اللي نزلوا علشان عايزين يضربوا كل الناس اللي تحت في أرضية الملعب، سواء حكام، سواء الفرقة التانية، تكسير مدرجات.
عملوا كل اللي متخيلينه، ولكن هيتم محاسبتهم. ولولا وجود الامن ولولا وجود الامن المغربي كان الملعب ده خلاص، يعني كنت هتلاقي كوارث 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 هيعملوها الجماهير الجزائريه. فالبطوله دي لو كانت في الجزائر انت كنت هتلاقي موت كل ماتش، خناقات ومشاجرات ومناوشات بين الجزائر وبين مصر وبين الجزائر، او الجماهير الجزائريه والمغرب والجماهير الجزائريه والجماهير المصريه. كنت هتلاقي حاله من المناوشات اللي هتكون يعني غير مرضيه لينا كعرب، هتكون غير مرضيه لينا احنا كعرب. فالطبيعي والمنطقي ان الكاف بيدي البطوله لدوله عربيه، دوله عايزه يعني شافت التنظيم بتاعها، واحنا شفنا التنظيم بتاع المغرب. علشان كده احنا بنأيد التجربه المغربيه. عندنا يقين ان المغرب هتقدم لنا بطوله محترمه، بطوله ان شاء الله باذن الله هتكون افضل كمان من البطوله اللي احنا فيها دي. هي البطوله اللي احنا فيها حاجه 10/10، ولكن توقعاتنا وامنياتنا مع المغرب يعني مفيش سقف ومفيش حدود. المغرب مخلياك بتحلم وهي بتنفذ. فكل التقدير والاحترام لكل المنتخبات وكل الدول اللي بتقدم على تنظيم كأس أفريقيا 2028. ولكن إن شاء الله بإذن الله التنظيم هيكون برضه في المغرب. المغرب هتاخد التنظيم، واخواتنا المغاربه ان شاء الله هيكملوا بالترحاب وبالحب اللي هم مقدمينه ترحاب وحب وتقدير مقدمينه مع كل الشعوب العربيه، سواء مع مصر مع تونس، كل الشعوب العربيه المغرب مقدمه معاهم كل احترام وكل تقدير. كل الحب والتقدير للمغرب، كل الحب والتقدير لملك المغرب محمد السادس ولي العهد. يعني أتمنى البطولة تنتهي ويكون المغرب ومصر في نهائي البطولة، وتكون أفضل نسخة في كأس أفريقيا 2025 2026. ده كان كل فيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو نال اعجاب حضراتكم ما تنسونيش باللايك، اشتراك في القناه، وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. شكرا جمهورنا العظيم.